بحسبة الوزارة بتاخد تقريبا 6 مليار في السنة. يبقى المفروض اللي يتوفر كام حضرتك؟ 12 مليار اللي هي مقابل 20 قرش. فين ال 12 مليار اللي بيتكلم عنها؟ كان دخل معايا في احد المداخلات السيد المحترم المتحدث الاعلامي باسم الوزارة وقال ان هذه المنظومة توفر 12 مليار. لما واجهت السيد الوزير في حضوره اثناء حضوره للجنة، السيد الوزير قال لا الكلام ده ملوش صحة. قلت له لسه داخل معايا مداخلة امبارح وقال الكلام ده الاستاذ محمود اللي هو المتحدث الاعلامي. ما نتحدث عنه مخالف تماما للحقيقة. هذه المنظومة بها ثغرات، منظومة جميلة منظومة الخبز، لكن بها ثغرات تشجع على تسوية التوريد الوهمي والطحن الوهمي والخبز الوهمي. نحن في النهاية نريد الإصلاح، نريد البناء، نحن نبحث عن بناء مؤسسات الدولة. إصلاح المنظومة. لدينا في مجلس النواب كافة المقترحات وكافة الصلاحيات. احنا لما جينا نصلح وفكرنا نصلح طلبنا من جميع الوزارات المعنية مقترحاتهم ايه الثغرات اللي موجودة لكي نصل الى حلول مثلى لضبط هذا القطاع. حد رد؟ يا فندم كلهم طبعا جميل. ولا ما حدش يملك لا يتعاون. كله بيتعاون. الاصلاح مسؤولية الجميع. ولكن